السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة بقى أنا النهاردة قررت أعمل معاكم الخيار المخلل بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. خلال يومين بالظبط هتاكلي منه ما أقولكوش. وكمان لو عاوزينه اللي انتوا تاكلوه في نفس اليوم مفيش أي مشاكل. هقولك برضك تعملي ايه. اول حاجة انا معايا آه 7 كوبايات مية و7 معالق دقيق. دقيق ايه؟ لا من اولها كده، لا 7 معالق ملح. يعني يا جماعة عاوزة اقول لكم كمية المية قد كمية الملح. هتحطي 5 كوبايات مية هتحطي 5 معالق ملح. هتحطي 7 كوبايات مية هتحطي 7 كوبايات ملح. كل كوباية مية عليها معلقة ملح كبيرة بتاعت الايه الاكل اللي احنا بناكل بيها. انا عشان عندي البطرمان كبير فانا حبيت ان انا احط ميه كتير، يعني اللي انا بحيث ان انا اغطيه. انتي حسب ايه الكميه معاكي وحسب البطرمان بتاعك. كمان انا الكميه بتاعتي اصلا بتاعت الخيار كانت قليله مش كتير، حوالي ده كان كيلو ونص. قلت بس اجربه مع حضراتكم كده واشوف عامل ازاي. وطبعا يستحسن ان انت تجيبي تكوني خيار صغير ورفيع عشان خاطر يديكي نتيجه حلوه في التخليل ان شاء الله. يعني بيبقى حلو معاكي. ما تحاوليش ان انت تجيبي الخيار الكبير، فالخيار الكبير ده اصلا ما بيبقاش حلو بالذات في التخليل يعني. بعدين هتحطي برضو خل. هتحطي 5 معالق خل بس الصغيرين، تمام كده، بالمعلقه الصغيره دي. احنا هنحط خل تاني، بس انا ايه دلوقتي هحط في المية دي حوالي 5 معالق بس، تمام كده. فانت على قد ما تقدري جيبي الخيار اللي هو الرفيع خالص، اللي ما يكونش ايه، اللي يكون حلو كده ومعقول. وانا حطيته سليم عشان خاطر انا بقى حطيته سليم عشان خاطر اللهم صل على النبي يفضل معايا لغايه اخر واحده، يبقى ايه سليم ما فيهوش اي حاجه ولا يتهري ولا اي حاجه. المهم بقى انا حطيت الخل كمان، وفضلت بقى اللي انا اقلب كده خالص لغايه ما الملح داب معايا خالص. وابتديت بقى اللي انا ايه ارص بقى ايه الخيار بتاعي جوه البطرمان، تمام كده. ما تنسيش بقى تصلي معانا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لامواتنا واموات المسلمين بالرحمه والمغفره، وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله باذن الله. انا ابتديت بقى ارص الخيار كده زي ما حضرتك شايفه، عشان يعني ما ياخدش مساحة معايا كمان في البطرمان. واللي انا اقفل البطرمان او يبقى مظبوط كده معايا، ما بقاش ايه واحدة معوجة وواحدة واقفة وواحدة نايمة والكلام ده، لا كله رصة ايه واحدة عشان تعرفي اللي انت تقدري تتحكمي فيه يعني. انت بقى عاوزة تحطي معاكي فلفل، مفيش اي مانع. عاوزة تحطي شطة حمرا ماشي، عاوزة تحطي فلفل حراق تمام برضك، مفيش اي حاجة. كله كده بيتعمل بخلطة واحدة، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة، سهلة جدا. بص الخيار كمان بقول لكم اللي هو حلو ازاي، وكل حته واحده كده، ومش كبير أوي ولا تخين ولا اي حاجه، معقول كده ومناسب. وكل ما كان الخيار صغير كل ما اداكي نتيجه كويسه جدا في التخليل. بص انا برج بقى البطرمان كده عشان خاطر ايه، لو في اي فراغات او في حتت فاضيه اللي انت ايه تنزل فيها كده على طول. انا ان شاء الله باذن الله هبقى اعمل مع حضراتكم برضو الجزر، وهعمل اللفت، وهعمل يعني ايه مع شويه كده من المخللات ان شاء الله باذن الله. برضو كله بطرق سهلة كده وبسيطة وما فيهاش أي حاجة إن شاء الله. بص أنا هنا كنت حاطة الأول، كنت حاطة 5 معالق دقيق ملح و5 كوبايات مية، تمام كده. بعد كده أنا لقيت البطرمان عندي كبير وما عاوز ومحتاج مية تاني، فأنا رحت حاطة برضو. على فكرة المية دي دافية، مش ميه من الحنفيه، لا ميه دافيه. يعني انا خليتها سخنت الاول، وبعد كده اول ما بردت شويه كده ابتديت بقى ان انا احط فيها الملح واحط فيها ايه الخل. وحطيت كمان فيه معلقه برضو كمان هتديله طعم حلو جدا وهتخليه مقرمش من اول واحده لغايه اخر واحده، اللي هي ايه معلقه السكر. معلقه السكر دي هتحطيها هتخليلك الخيار في حته تاني خالص، تمام، في معلقه صغيره عاديه جدا. انا هنا زودت معلقتين ملح وزودت كوبايتين ميه، تمام كده. يبقى انت كل كوبايه
ميه عليها معلقه واحده ملح، كل كوبايه عليها معلقه ملح. حطيتي 5 يبقى 5 معالق ملح، حطيتي 6 يبقى 6 معالق ملح. تمام كده. قلبت بقى كويس جدا وحطيتهم. وانا كنت حطيت معلقه السكر، بس انا مش يعني ما قلتلكوش عليها حاجه، مش عارفه ليه. بس يعني هي دي اللي هتدي طعم حلو جدا، معلقه السكر. بالمعلقه الكبيره معلقه، او بالمعلقه الصغيره دي حطي معلقتين. بص بقى انا كده غطيته خلاص. تمام. ورحت مزوده برضو حبه ملح تاني، لان انا برضو حطيت زي ما قلت لكم كده، كنت حاطه كميه قليله شويه من الميه، فانا رحت مزوده كمان الخل. تمام بقى كده. هنلم بقى كل الحاجات اللي حوالينا دي، وهقفل بقى ايه البطرمان. على فكره البطرمان ما كانش راضي يتقفل، يعني مش عارفه فيه ايه. فانا ابتديت ان انا اظبط برضو الجزر تاني، الخيار تاني، عشان خاطر ايه يتقفل معايا البطرمان. وطريقة برضك الخيار الجزر سهل برضك جدا زي كده. انا برضك ان شاء الله باذن الله هعمله مع حضراتكم. دايما بقى طول الوقت تنضفي حواليكي كده، تشيلي اي حاجه، تغسلي المواعين اول باول، تظبطي الدنيا بتاعتك كده ايه اول باول، عشان لما تخلصي الاكل تلاقي ما بقاش وراكي اي حاجه تاني. طبعا انا قلت الكلام ده كتير وتعودنا عليه خلاص بقى ان شاء الله، يعني ادينا ايه عرفناه، وحاجه سهله جدا. طول ما انت واقفه في المطبخ ايديكي في كل حاجه، وتخلصي كل حاجه مع بعضها، عشان مش بعد ما تخلصي الاكل تبتدي بقى تدوري على لسه المواعين، لسه المطبخ وراكي مقلوب. لا طبعا، خلصي كل حاجتك اول باول. بص انا هنا بقى قلبته عشان خاطر الملح والخل والحاجات دي كلها تنزل، يبقى ايه من فوق ومن تحت. وقعدت ارجه كده كويس، وقلبته كده حوالي ايه 5 دقايق، سبته مقلوب كده. بصوا برضو بقيت ارج فيه كده، عشان خاطر كمان لو في ملح لسه ما دبش ايه يدوب معايا. تمام كده. بصوا بقى البطرمان اخضر، والخيار اخضر، وكله اخضر باخضر يعني. بس ركنته بقى كده على جنب، وسبته بقى ايه اليومين اللي انا بقول لكم عليهم. انت بقى لو عايزه تعمليه سريع سريع سريع، ممكن ان انت تعملي ايه، تخلي الميه وهي سخنه كده، اول ما الميه تسخن معاكي، اول ما تهدى شويه كده تروحي منزله فيها الخيار بتاعك، وبعد كده تغطيها وتسيبيها حوالي 5 6 ساعات كده في الميه السخنه ديت، هتدفى كله مع بعض. وبعد كده ممكن ان انت بالليل تقوم تاكلي منه عادي جدا. انا سبته بقى لمده يومين، طلع بقى بالشكل ده. بس في ميه عاديه، مش ميه ايه يعني، ميه يا دوبك دافيه، مش ميه بتغلي او ميه سخنه قوي، لا ميه يا دوبك دافيه. بص بقى الخيار جميل ازاي. انا بقى عملته كده سليم عشان ايه، انا بقى اقطعه زي ما انا عاوزه، وفي نفس الوقت ما يدوبش معايا. لو انا قطعته وحطيته في البطرمان هيدوب خالص معايا، ومش هياخد وقت كتير، يبقى قاعد يعني. لا لو انا عملته كده هياخد ايه فتره كبيره، لو انا سبته برضو زي ما هو مفيش اي مشاكل. بعد بقى ما يستوي كده تحطيه بقى في التلاجة، وتبتدي تطلعي وتاخدي منه. هيبقى جميل جدا، وطعمه فعلا طلع حلو قوي. اتمنى ان انتوا ان شاء الله باذن الله تجربوه، وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. وما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، عشان اي فيديو جديد انا بنزله يوصل لكم على طول. طعمه جميل جدا، اتمنى ان انتوا تجربوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.